الأمر الثاني هنتبنى الحملة بتاع مضيفات الجويات. عايزين 1,000,000 توقيع، 1,000,000 اسم يكتب أنا أوافق على ارتداء الحجاب للمضيفات الجويات على الفيسبوك، على طبعا نقدر، وعلى الفيسبوك على صفحة شريف شحاتة، وتأكدوا إن دي مكتوب عليها الصفحة الرسمية. وبالتالي محتاجين 1,000,000 توقيع. عاوز بقى همة الشباب، همة إخوات، طبعا ده يشارك في الحملة الولاد والبنات. عايزين همة بجد. هل هنقدر يا أمة الإسلام نجمع 1,000,000 توقيع علشان مضيفات الجويات اللي في شركات الطيران يلبسوا الحجاب على متن الطائرات؟ وتخيلوا بعد 30 سنة أما يكون المضيفة اللي بتقابلك لابسة الحجاب، أكيد أنت خدت خطوة من 30 سنة زي النهاردة كده وقلت أنا موافق، وشجعت غيرك وقلت أنا موافق، وقلت لحضرتك أنا موافق إلى آخره. بعد 100 سنة وأنت ميت في قبرك، ربنا عز وجل بيكتب لك ثواب كل المضيفات اللي لابسين حجاب واللي احنا شايفينهم بحجابهم، علشان قلت كلمتك، قلت رأيك النهاردة. وبالتالي عايزين 1,000,000 توقيع. يا ترى هيبقى ال1,000,000 توقيع ده عدد كبير قوي مش هنعرف نجيبه، ولا احنا ملايين من المسلمين، 1,500,000 مسلم، 1,500,000,000 من المسلمين عايشين؟ يعني هل هنقدر نجمع ال1,000,000 توقيع ولا لا؟ اتمنى من ربنا عز وجل يوفقنا ونصدق النية وناخد خطوة دلوقتي. عايزين ندخل على، طبعا نقدر على الفيسبوك، على شريف شحاتة على الفيسبوك، ونكتب فلان الفلاني كصديق للصفحة أنا أوافق، وحضرتك اكتبي أنا أوافق. انشروا الحملة في كل الجامعات، في كل النوادي، في كل العالم العربي. يا ريت نجمع 1,000,000 توقيع، علشان كده ان شاء الله نقابل النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره ونفرحه بينا ونرضي ربنا عز وجل علينا. ولعل وعسى كلمه نعم اوافق يكون فيها نظره رحمه من ربنا عز وجل، وده اللي احنا كنا بنتمناه من زمان قوي قوي. بشكركم جدا على الحلقه دي، حجابي حياتي. نشوفكم ان شاء الله الحلقه اللي جايه. هتكون حلقه مهمه جدا جدا، نتكلم عن معنى مهم، ونختم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.